حبايب قلبي عاملين ايه؟ النهارده هنشوي السمك على البوتاجاز. معانا صاج كده، بصوا حطينا شويه زيت كده. جايبين السمك بتاعنا بلطي حشيناه. بصوا دي بتكون شكل الخلطه بتاعته، حشاه بصل ودقه وثوم وفلفل وكمون. بصوا اهو، من غير ما تودي تشويه في البيت، ونظافة البيت وجمال البيت، حاجة في البيت ايه سهلة وبسيطة اهو. بصوا ده صاج انا جايباه كنت عشان اخبز فيه في الفرن قرص وحاجات، لقيته خفيف فبيحرق مني القرص والحاجة. طب نرميه؟ لا مش هنرميه، نستغله في اي حاجة تانية. بصوا اهو. طبعا السمك بيحب النار العالية، ما بيحبش النار الواطية. طبعا عندنا شفاط نشغله، عندنا شباك نفتحه عشان اي ريحة ما تبقاش ايه الريحة كاتمة في الشقة. وننزل كده بشوية زيت تاني. بصوا السمك وجماله اهو. مش هنقلبه خالص الا لما يحمر من الجهة التانية، بعدين نبدأ نقلبه بقى. وشكله وجماله حاجة كده زي العسل. كده بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. بصوا اتك عليه كله كده. بصوا تقدروا تشويه على البوتاجاز زي ما انا بعمل كده من فوق اهو البوتاجاز. تقدروا تشويه في الفرن البوتاجاز او فرن الغاز حسب ما انتوا عاوزين اهو. بصوا شكله، بصوا نبدا نتك عليه كده. بسم الله ما شاء الله. بصوا كمان التشه بتاعت السمك بتاعنا الحلو. طبعا الخلطه اللي احنا حشينا بيها زودناها قوطه كده ودقينا له. بصوا دي هنحطها على الوش السمك اول ما يطلع كده، ونعصر عليه ليمون تبقى طعمها زي العسل. شكله وجماله مش قادره اقول لكم على الريحه اللي طالعه. بصوا انا بشويه عندي عامله قانون فوق بشويه عليه برضو اوقات كتير، بس والله الحساسيه عندي عاليه اليومين دول فما قدرتش اعمل. بصوا بس السمك وجماله. بصوا انا قلبته اهو. بصوا شكله نخلص كل الكمية ده. نبدأ كده السمك اللي طلعته اهو. بصوا ننزل عليه بالخلطة كده والتاني بنشوه اهو. بصوا شوف شكله وجماله، بسم الله ما شاء الله. حاجة كده جدا حلوة اللهم بارك. بصوا كده شكل السمك تحفة، بسم الله ما شاء الله. آخر حاجة هما الشواية كده بنشويهم. بصوا بسم الله ما شاء الله، تحفة تحفة بمعنى الكلمة. الريحة مش قادرة أقول لكم. كده المكرونة بتاعتي استوت اهي. بصوا بسم الله ما شاء الله. مش